السلام عليكم يا حبايبي، انا اماني محمد. يلا بينا هنعمل شويه هريسه شطه، انما ايه حلوه قوي، تحفه بجد. وخليها من الاساسيات الموجوده في تلاجتك، هتنفعك في حاجات كتير. هتحطي منها في تتبيله المشاوي، هتحطي منها في تتبيلات السمك، هتحطي منها في المحشي، في الخضار بتاعك، في السلطات كمان، والله عليها بقى في المخللات بتبقى تحفة وليها استخدامات تانية كتير. يلا بينا هقولك ازاي تحفظيها طول السنة. انا هعمل 2 كيلو من الفلفل الاحمر، وده طبعا حر جدا، يعني شطة نار مولعة. جايبين الكيلو من الفلفل ده ب15 جنيه، وهقولك على اسهل طريقة، ولا تلبسي جوانتي ولا اي حاجة. ومعانا المقص بتاعنا. بمسك قرن الفلفل من عنقه بالشكل ده، وبقصه لقطعتين 3، وبتخلص من عنق القرن بس. وممكن كمان تخلعي عنق القرن بمنتهى السهولة وتقصيه لجزئين او 3. ولازم يكون جنبي كيس علشان احط فيه الاعناق. وفيه خطوة مهمة نسيت اقولك عليها في البداية، لازم نغسل الفلفل بتاعنا تحت الحنفية كويس جدا، وبعد كده اصفيه في مصفى من المية الموجودة فيه، وكمان بفرده على قماشة علشان ينشف تماما من اي نقطة مية موجودة عليه. وزي ما انت شايفة كده، هو كده معايا مغسول وناشف تماما من اي مية موجودة عليه. وبكده يبقى بنزود فترة الصلاحية بتاعته ان شاء الله. حاولي بقى يا ست الكل وانت بتقطعي الفلفل انك ما تلمسيش الفلفل نفسه نهائي بعد ما تقصيه، علشان بس تحافظي على ايدك من الشطة لانها صعبة جدا. وبذور الفلفل مش بنشيلها لانها بتزود لنا كمية الشطة في الهريسة كمان. وهنفرم الفلفل بتاعنا بقى في الكبة، سواء فرم ناعم او خشن زي ما تحبي. والحقيقة انا ما بحبوش ناعم قوي، انا بحبه يكون عامل زي حبات الرز، حبات الرز المفلفلة المفرفطة كده، مش ملزقة في بعضها. انا هعمل هريسة شطة سادة، يعني بالفلفل بس. لو عندك توم بقى قشري شوية حلوين كده، قد راسين 3 توم، وفرميهم بقى في الكبة مع الفلفل، بتبقى حلوة قوي. انا هنا ما عملتش توم لان انا الحقيقة انا مفرزة التوم، علشان كده هعملها هريسة سادة. خلاص فرمت الكمية بتاعتي كده كلها، دول 2 كيلو من الفلفل الحار. هضيف بقى لكل كيلو من الفلفل معلقتين كبار مليانين من الملح الخشن، ومعلقة كبيرة مليانة من السكر. يعني ضفت لل2 كيلو فلفل 4 معالق كبار مليانين من الملح الخشن، ملح الطعام، وعليهم معلقتين كبار مليانين من السكر. وهقلب الكل مع بعضه بالشكل ده. والكل كيلو فلفل هضيف 3 معالق كبار مليانين من الزيت، يعني ضفت 6 معالق كبار مليانين من الزيت لل2 كيلو من الفلفل. الزيت والسكر والملح طبعا كلهم مواد حافظة للفلفل بتاعنا. برطماناتك نظيفة ومغسولة وناشفة تماما من اي نقطة مية. انزل في البرطمان بشوية بسيطين قوي من الزيت، املى البرطمان بتاعي واديله خبطتين على الرخامة علشان يخرج اي فراغات هوا موجودة فيه، واغطي الوش بشوية من الزيت وامسح البرطمان بتاعي واقفله، وكده تمام قوي. عملت برطمانين، واحد منهم هحطه في باب التلاجة وده يقعد معاكي شهر او اكتر كمان، اما التاني هحتفظ بيه في الفريزر مع باقي الكمية. باقي الكمية عملت معايا كيسين تلاجة، وهحطهم في الفريزر وبستعملهم زي ما بنستعمل التوم المفروم اللي شايلينه في الفريزر بالضبط. اما باقي الهريسة الموجودة في الطبق، فانا جبت شوية مية من مخلل الزيتون اللي عندي وقلبتهم في المية، وطبعا رجعتهم برطمان المخلل من تاني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.